كتخرج للشمس باش تاخد فيتامين دي. واش كتعرف فين كيبدا الخطر؟ في الصيف بزاف ديال الناس كيقولوا خرج للشمس باش تاخد فيتامين دي، ولكن واش كل ما بقيتي اكثر تحت الشمس كتزيد الفائده، ولا ممكن الشمس اللي كتقلب عليها باش تفيدك تولي كتضر بشرتك؟ الحقيقة الشمس ماشي عدوة وماشي صديقة بلا حدود. الجسم كيقدر يصنع فيتامين دي من خلال تفاعل الجلد مع أشعة الشمس، ولكن التعرض المفرط للشمس كيقدر يضر الجلد. يعني السؤال ماشي واش الشمس مزيانة ولا خايبة، السؤال هو كيفاش نتعاملوا معها بذكاء. فيتامين دي مهم للجسم خصوصاً في صحة العظام والعضلات، وكاينين مصادر مختلفة ديالو، ومن بينها أن الجسم كيقدر يصنعه في الجلد مع التعرض المناسب لأشعة الشمس. ولكن هذه ماشي دعوة باش نبقاو ساعات تحت الشمس. المفاجأة هي أن حرق البشرة ماشي علامة أنك خديتي فيتامين دي أكتر. إلا وصلتي للحمرار والحريق راه البشرة ديالك تعرضات للضرر. الجسم ما كيحتاجش تعذب الجلد باش تستافد. أشعة الشمس فيها أنواع مختلفة، ومن بينها الأشعة فوق البنفسجية. التعرض المفرط لها كيقدر يسبب حروق الشمس ويساهم مع الوقت في شيخوخة الجلد، وكيزيد من مخاطر بعض سرطانات الجلد. لهذا الحماية من الشمس ماشي غير موضوع ديال الجمال، راه موضوع ديال صحة الجلد. ولكن قبل الكريمات والواقيات الشمسية الحديثة، كيفاش كان الإنسان كيتعامل مع الشمس؟ بطبيعة الحال ما كانوش كيعرفوا الأشعة فوق البنفسجية بالمفهوم العلمي اللي كنعرفوه اليوم، ولكن الناس طوروا عبر القرون طرق عملية باش يهربوا من السخونية والتعرض القوي للشمس: الظل، تغطية الرأس، الملابس الفضفاضة، وتنظيم النشاط حسب الوقت ديال النهار. في المغرب وبلدان أخرى اللباس التقليدي ما كانش غير زينة، الأقمشة، تغطية الرأس والبحث على الظل كانوا جزء من طرق التكيف مع المناخ. ولكن مهم نوضحوا، ما نقدروش نقولوا أن هاد الطرق كانت كتحمي من الأشعة فوق البنفسجية بنفس المفهوم العلمي الحديث. الناس كانوا كيتعاملوا مع اللي كيشوفوه ويحسوه: السخونية، الضوء القوي والعطش. اليوم العلم ولا فهم أكثر شنو كيوقع ملي الجلد كيتعرض للأشعة فوق البنفسجية. لهذا النصيحة الحديثة كتجمع بين جوج حوايج: ما نحرموش راسنا من الحياة والهواء الطلق، وما نعرضوش جلدنا للشمس بشكل مفرط. الحماية كتكون حسب قوة الشمس، مدة التعرض، المكان، ونوع البشرة. إذن شنو تقدر دير عملياً؟ أولاً، إلا كانت الشمس قوية قلب على الظل من وقت لوقت. ثانياً، لبس حوايج مناسبة كتغطي الجلد خصوصاً إلا كنت غادي تبقى برا مدة طويلة. ثالثاً، غطي راسك بقبعة مناسبة. ورابعاً، استعمل واقي شمسي مناسب إلا كان التعرض متوقع أو طويل، وتتبع طريقة الاستعمال المكتوبة عليه. وما تنساش، حرق الشمس ماشي علامة ديال صحة. وإلا كنتي كتشك أنك ناقص في فيتامين دي، ما تحاولش تعالج راسك غير بالشمس. الأفضل تستشر مع مهني صحي، خصوصاً إذا كانت عندك أعراض، عوامل خطر أو تحليل كيبين النقص، حيث فيتامين دي موضوع كبر من غير خرج للشمس وخلاص. إذن الشمس كتقدر تكون جزء من حياة صحية، ولكن ماشي بلا حدود. الفائدة ماشي في أنك تبقى أكثر تحت الشمس، والحماية ماشي معناها تحبس حياتك داخل الدار. المفتاح هو التوازن. ودابا جاوبني بصراحة، واش عمرك تحرقت بشرتك من الشمس؟ نعم ولا لا؟ وإلا بغيتي تعرف أكثر على الصحة بعلم اليوم وحكمة زمان، تابع القناة. زمان الإنسان كان كيقلب على الظل ويغطي راسه باش يتفادى السخونية القوية، واليوم العلم كيشرح لنا أكثر شنو كيوقع للجلد مع التعرض المفرط للشمس. حكمة زمان بعلم اليوم.